كلنا فقدنا حد غالي علينا. أب كان هو السند والظهر، أم كانت هي الحضن اللي بترجع له مهما الدنيا وجعتك وجات عليك، أو صديق كان أقرب حد ليك وبتحكي له كل حاجة وكان مرايتك، أو شريك حياة أو ابن أو جد أو جدة، حد كان عزيز عليك بجد. في اللحظة اللي حد غالي علينا بيسيبنا ويمشي، هي اللحظة اللي بنحس إن جزء جوانا مات. بنمشي وسط الناس وبنتعامل وبنتكلم، بس جوانا حاجة مكسورة، جوانا حاجة مش طبيعية. بنضحك وبنعدي الدنيا وبنعدي اليوم، بس الضحكة بتبقى من بره بس، لكن جوانا بنحس ان هو مطفي قوي. ويمكن اوقات كتير تحس ان انت مش قادر تتنفس، وان اليوم مش عايز يمشي، وانت بتمشي دنيتك وخلاص، بس مفيش اي حاجة بقى ليها طعم. لو انت بتمر بالمرحلة دي او حسيت بيها في وقت من الاوقات، انا جاي اقولك انت مش لوحدك، انت طبيعي. انت مش مأفور في احساسك ولا حاجة زي ما الناس بتقولك، ولا انت نكدي وقافل على نفسك. طبيعي ان ده يحصل لنا، بس مش طبيعي ان انت تفضل فيه لوقت طويل وما تحاولش ان انت تخرج وتفضل مستسلم للوضع اللي انت فيه. النهاردة في الفيديو احنا جايين نتكلم عن شوية تمارين ممكن تعملها تخليك احسن، تخليك قادر تواجه الحياة وقادر تتعامل معاها. التمارين دي مش عشان تنسى، احنا عمرنا ما هننسى حد كان غالي علينا، لان ساعتها هنبقى عمرنا ما حبيناه بجد. لكن التمارين دي هتساعدك ان انت تقدر تعيش حياة طبيعية، ترجع لحياتك مرة تانية، وتخلي الصدمة اللي انت مريت بيها خلتك اقوى بدل ما تخليك تضعف اكتر. قبل ما اقول لكم على التمارين، خلينا نفهم عقلنا ومخنا بيتعاملوا ازاي اصلا مع الصدمات. لما بتفقد حد غالي عليك، عقلك بيرفض ان هو يستوعب ده بسرعة، بيخاف عليك من الألم، بيخاف عليك من الوجع، فبيبدأ يترجم ده بشوية أعراض بتحصل لك علشان هو عايز ينكر الواقع. الأعراض دي ممكن تظهر في كذا نوع. النوع الأولاني بيحصل له إن يحس إن الدنيا بطيئة، الحياة تقيلة، مفيش حاجة في الدنيا ليها طعم. النوع التاني بيبدأ يكرر الأحداث في دماغه، بينام ويحلم بكل حاجة كأنها بتحصل من أول وجديد، يوم الوفاة والوفاة حصلت إزاي، وكل التفاصيل اللي هو عاشها مع الشخص ده سواء حلوة أو وحشة. النوع التالت بيتزاول إن البني آدم ده لسه عايش حواليه، بيسمع صوته وبيشوفه، وينام كده ويصحى مخضوض حاسس إن هو حواليه في الأوضة أو نده عليه. وفي نوع رابع بيحس ان لأ، الشخص ده اصلا ما ماتش، بينكر وفاته حتى لو هو عارف ده ومتأكد منه، بس بيقولك لأ، انا هحس احسن ان هو مسافر لفترة كبيرة عشان كده هو مش موجود حواليا، لكن فكرة ان هو مات بينكرها تماما. وفي نوع خامس، ده بيحس ان هو متوتر طول الوقت، على طول مش قادر يروح مكان بيفكره بالشخص ده، او يسمع اغنية كانت بتفكره بيه، ولو جت سيرته في وسط الناس بينهار من العياط وما بيقدرش يمسك نفسه، ولو شاف اي مشهد موت او مشهد مؤثر في مسلسل او فيلم بيحس ان كل الذكريات مع الشخص ده بترجع له، فعينه بتدمع غصب عنه. كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده اسمه اضطراب ما بعد الصدمة، الاضطراب اللي روحك فيه كأنها بتقولك ساعدني، خرجني من اللي انا فيه، احنا عايزين نرجع طبيعي تاني. تعالوا بقى نتكلم بشكل عملي، ايه التمارين اللي انا ممكن اعملها اللي تساعدني ان انا اخرج من الصدمة دي. التمرين الاول اسمه رسالة مش هتوصل. في التمرين ده بتجيب ورقة وقلم وتكتب رسالة، فعلا رسالة كأنك هتبعتها للشخص اللي توفى، هتقوله فيها كل اللي انت حاسس بيه، هتقوله فيها قد ايه انت بتحبه، قد ايه هو وحشك، حتى لو انت زعلان منه قوله ان انت زعلان منه. وبعد ما تخلص كل الكلام اللي انت عايز تقوله، اكتب في خاتمة الرسالة كده ان انت هتفضل على ذكراه، ان انت هتحاول علشان خاطره تعيش كويس وترجع لحياتك تاني، بس هتفضل طول حياتك تحاول ان انت تكرم ذكراه، وان انت تقدم له حاجات، وانك تحقق له كل اللي كان بيتمناه في حياتك. زي ان انت تكتب رسالة لوالدتك تقول لها فيها انا مش عارف اعيش من غيرك، أنا تعبان ومحتاج لك، بس أنا بحاول إني أكون قوي زي ما أنت معلمتيني وزي ما تمنيتي، بس أنا فعلا محتاج حضنك كل يوم. الرسالة دي أكيد مش هتوصل للشخص اللي توفى، لكن هتوصل لقلبك، هتوصل لإحساسك وهتطمنك.
التمرين ده لازم تعمله مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، تخرج فيه كل مشاعرك، تفضي فيه كل حزنك، تحس إن أنت بتخرج الطاقة اللي جواك علشان ما تفضلش جواك وتتراكم مرة على مرة والحزن يزيد. التمرين التاني هو تمرين صندوق الذكريات. جمع حاجات بتفكرك بالشخص ده في بوكس واحد، زي مثلا صور بتجمعكم مع بعض، أو صور ليه لوحده، أو ريحة برفيوم بتفكرك بيه، ورقة موجودة بخط إيده، أي حاجة تفكرك بيه وتحس إن هي فعلا حتة منه وفيها ريحته. وكل فترة ابدأ افتح البوكس ده كل ما يوحشك واتفرج على الحاجة اللي فيه وحس إن هو معاك. التمرين ده مش علشان تهرب من الواقع أو تنكر إن الشخص ده ما بقاش موجود، لكن الصندوق هيفكرك في كل لحظة إن الحب ما بيموتش، إن يمكن الشخص ده أنا دلوقتي مش قادرة أسمعه بودني ولا عارفة أشوفه بعينيا، لكن قادرة أحسه، قادرة أحس الحب، قادرة أحس إنه وحشني، قادرة أعيش كل الذكريات اللي سابت أثر في حياتنا. المهم في التمرين ده إن أنت تخصص له وقت معين في الأسبوع، مش أي وقت ولا كل وقت الشخص ده يوحشك تروح تفتح البوكس. ده هيساعدك إن أنت تقدر تنظم حزنك وتخليله مواعيد معينة عارف كويس إن أنت هتفرغه فيها، علشان الحزن ما يبدأش يسيطر على حياتك أو يهدمها. فلازم نخصص وقت وننظم الحزن بتاعنا كويس. ووصلنا للتمرين الثالث. وقت ما تحس إن أنت بتغرق في وجعك قوي، تفكيرك مسيطر عليك، سارح في الماضي ومش قادر إن أنت تخرج منه، ابدأ رجع نفسك للحظة دلوقتي. ابدأ حس حاجات حواليك وركز معاها علشان تسحل تفكيرك. يعني ركز في 5 حاجات انت شايفهم حواليك في الأوضة دلوقتي، أو ركز مع 4 أصوات انت سامعهم، صوت هوا عالي، صوت عصافير، صوت في التلفزيون، أي أصوات حواليك، أو كل حاجة طعمها واضح وقوي علشان تسحلك شوية، زي حاجة مززة بزيادة، حاجة مشطشطة. الهدف من التمرين ده ان انت تسحل دماغك في حاجة في الواقع دلوقتي، تسحلها في ان هي تركز في اي حاجة تانية وتفصل شوية عن التفكير في الماضي او التفكير في التفاصيل. والتمرين الرابع هو دفتر التفكير والرد. خلي عندك كشكول او نوت بوك بتكتب فيه اي فكرة بتجيلك وتكتب كمان الجواب عليها. يعني لو جاتلك افكار مثلا زي انا السبب انه مات، انا لو كنت رحت معاه كان زمانه لسه عايش، انا ملحقتش اعيش معاه وقت كفاية قبل ما يموت، او يا ريتني كنت انا. اكتب الافكار اللي بتجيلك دي وابدأ رد عليها ردود منطقية، زي مثلا انا مش ربنا وده قدره، انا عملت كل اللي عليا وكل اللي اقدر اقدمه له انا فعلا قدمته. وفكرة بقى يا ريتني كنت انا، افتكر كويس قوي ان الفكرة دي انانية جدا. انت عايز تكون انت اللي مت مش هو، علشان مش قادر تحس الفقد، علشان هو وحشك قوي، عشان انت حاسس بوجع، ونسيت ان لو كنت انت فعلا اللي مت، او لو انت اللي كنت مكانه، في ناس كتير بتحبك كانت هي اللي هتتوجع بدالك. ما تقنعنيش ان انت عايز ترحم نفسك من الوجع اللي انت حاسه، وعادي بالنسبة لك انك تكون سبب في وجع الناس دي كلها. كلنا هنمشي، كلنا هنتوفى، بس كله بميعاد. اوعى تكون اناني وتقول يا ريتني كنت انا. والتمرين الخامس جلسة مع النفس. اعمل جلسة كده او قعدة مع نفسك، فكر فيها بكل مصداقية وصراحة. انت ايه اللي اتغير فيك بسبب زعلك على الغالي اللي راح؟ ايه اتغير في شخصيتك؟ حياتك ضاع منها ايه؟ الزعل ده أثر ازاي على اهلك وبيتك ومراتك واولادك؟ قصرت مع مين بسبب الزعل والنكد اللي انت عايش فيه على طول؟ زي ما انت عايز اللي راح يرجع لك، افتكر ان اهلك كمان مش عايزين يخسروك بسبب ان انت رامي نفسك في الزعل، ولا مركز مع حد، ولا حتى مركز مع نفسك، ولا مهتم بمراتك او اولادك، ولا مدي لاهلك وقت كفاية ان انت تاخد بالك منهم وتراعيهم، او بقيت خايف عليهم زيادة عن اللزوم بسبب خوفك من فكرة الموت فبقيت مقفل بزيادة. فكر زعلك ده أثر على اللي حواليك ازاي، وأثر على حياتك ازاي، وخلاك قالب حياة كل الناس اللي حواليك نكد وبس. بدل حزنك ده ابدأ فكر في حاجات انت تعملها للشخص اللي توفى ده تخلد بيها ذكرى، زي مثلا ان انت تكمل على عادات هو كان متعود ان هو بيعملها طول حياته، فتبقى انت بتكمل مسيرته كأنه هو لسه موجود، او تعمل اعمال خير باسمه، او تحقق له حاجات كان نفسه ان هي تتحقق وهو عايش لكن ملحقش وما قدرش ان هو يعملها.
أو تودي الناس اللي هو كان بيحبهم وبيسأل عليهم ومرتبط بيهم جدا. خليك انت مكانه وخلي ذكراه وكمل مسيرته. بدل حزنك بخطوات عملية تساعدك في ان انت تخرج من اللي انت فيه، وفي نفس الوقت تساعده في آخرته وتخليه حاسس بيك وفرحان. وفي النهاية انت تستحق التعافي، تستحق ان انت ترجع تضحك تاني. الناس اللي فقدناهم مكانهم ما بيبقاش فاضي، هم لسه في قلوبنا في كل خطوة وفي كل لحظة في حياتنا. لو انت مش قادر تعدي الفترة دي لوحدك، مفيش اي مشكلة ان انت تطلب مساعدة من حد قريب منك او من صديق، او لو الموضوع منفعش خالص فممكن تلجأ لمتخصص او داعم نفسي يقدر ان هو يساعدك. وقبل كل ده اطلب المساعدة من ربنا ودعيه بقلب انه يقدر يخرجك من الفترة دي على خير.